مساء يوم أحد، حي خندق الورد بطنجة. حي معروف يعني بالهدوء والجيرة الطيبة، الناس كلها بتعرف بعضها. مظبوط. فجأة هدوء هالحي بيتحول لمسرح لجريمة، وجريمة بشعة كتير. قصة مأساوية بلشت بشي بسيط، يعني خلاف بين جيران. فعلا. اليوم رح نحكي بتفاصيل الحادث المفجع اللي صار بعام 2025. رح نعتمد على شهادات سكان الحي وكمان التقارير الأولية اللي توفرت. تمام. هدفنا مش بس نسرد شو صار، لا، بدنا نحاول نفهم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية. كيف شرارة صغيرة ولعت كل هالحريق. طيب خلينا نبدأ من الأول، من نقطة الاشتعال. القصة كلها على ما يبدو بلشت بزقاق ضيق، جدال، مجرد كلام بين شابين. صح. الشاب الأول هو عمره 25 سنة، معروف بهدوءه، بس يعني بيحكوا إنه كان بيعاني من شوية اضطرابات نفسية. والطرف الثاني؟ شاب تاني أصغر شوي، يمكن بأول العشرينات. الوصف اللي إجا إنه عنده ميل للاستفزاز أحياناً. بس الشيء المقلق فعلاً واللي غير مسار الأمور تماماً إنه الموضوع ما ضل بينهم بس. هنا النقطة المحيرة، يعني كيف مشادة كلامية بين شخصين فجأة تصير شجار جماعي؟ بالضبط. بدل ما الكبار يتدخلوا يهدوا النفوس يحلوا المشكلة، وهذا المتوقع يعني بحي زي هاد. أكيد. لا، اللي صار إنه كل عيلة، خلينا نقول، وقفت مع ابنها، فالجدال الفردي صار مواجهة بين عيلتين. وهذا بحد ذاته يعني مؤشر خطير. يمكن كان في توترات أصلاً أو فشل بآليات حل الخلافات العادية. والأمور من هون كبرت بسرعة مخيفة، من حكي لتدافع بالإيدين. وبعدين تراشق بالحجارة. بس اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي آه وقفت عندها الدنيا، كانت غير. نعم، اللحظة القاتلة. واحد من أفراد العيلة الثانية طلع وبإيده قطعة إزاز مكسورة، يعني سلاح بسيط بس فتاك بلحظة غضب، يا لطيف. وراح مباشرة نحو الشاب ميم. طعنه طعنة مباشرة وعميقة بالرقبة. مباشرة بالرقبة، يعني طعنة قاتلة. الشهود وصفوا المشهد إنه كان فظيع. الشاب وقع والدم كان ينزف بغزارة. الناس كلها مصدومة، واضح ما كان في فرصة لإسعافه. وهذا بيوضح خطورة فقدان السيطرة. يعني لحظة غضب مع أي أداء بسيطة ممكن تؤدي لكارثة. خلينا نحكي شوي عن الضحية، عن شاب 25 سنة، معروف بهدوءه، منعزل شوي. ومثل ما ذكرنا كان عنده تاريخ مع مشاكل نفسية من فترة المراهقة. هاد بضيف بعد إنساني مؤلم كتير للقصة. أكيد. شهادات الجيران بترسم صورة لشاب مسالم، ما بيحب المشاكل. في جارة حكت جملة مؤثرة كتير، قالت ما كان بده إلا يعيش بسلام. يا الله. وفي روايات بتقول إنه حاول ينسحب، يعني قبل الطعن بلحظات كان عم بيحاول يبعد عن المشكلة. يمكن وضعه النفسي خلاه أضعف بالمواجهة. وهون بيجي السؤال عن دور المجتمع بدعم هيك حالات. طيب، والمتورطين التانيين، الطرف الآخر بالشجار؟ بعد الطعن مباشرة الأشخاص المتورطين من الطرف الثاني هربوا، منهم الشخص اللي بيشتبهوا إنه هو اللي طعن. راحوا على مستشفى محمد الخامس، على المستشفى؟ ليش؟ يمكن ليتعالجوا من إصابات بسيطة إلهم بالشجار، أو كم يعني محاولة لإيجاد مبرر، ما بنعرف بالضبط. بس ما طولوا بالهرب. لا أبداً. شكلها وصلت معلومة سريعة للأمن عن مكانهم. تحركت فرقة أمنية فوراً على المستشفى وقدروا يلغوا القبض عليهم هناك. يعني تدخل كان سريع وفعال. وبعد القبض عليهم بلشت الإجراءات الرسمية. شرطة بني مكادة وصلت لمكان الجريمة. صح. عملوا الإجراءات المعروفة، طوقوا المكان، حافظوا على الأدلة، عاينوا الجثة وبلشوا يجمعوا إفادات الشهود. كل كلمة من شاهد بهالمرحلة مهمة كتير. والمشتبه فيهم شو وضعهم القانوني هلأ؟ بأمر من النيابة العامة تم وضع المشتبه فيهم الرئيسين تحت الحراسة النظرية. هذا إجراء قانوني مؤقت بيسمح باستكمال التحقيق وجمع الأدلة. بدوروا كمان على تسجيلات كاميرات مراقبة بالمنطقة إذا في. والتهم اللي ممكن توجه إلهم شو ممكن تكون؟ التحقيقات لسه شغالة لتحديد المسؤولية بدقة، بس بشكل أولي التهم ممكن تكون القتل العمد، يمكن مع سبق إصرار، أو ضرب وجرح أفضل الموت بدون نية القتل، وممكن تهمة المشاركة لباقي المتورطين. القرار النهائي للقضاء طبعاً. بعيداً عن القانون والإجراءات،
كيف كان أثر هالشي على الحي نفسه؟ حي خندق المرد المعروف بهدوءه. الصدمة كانت كبيرة كتير، حالة ذهول، الناس مش مصدقة اللي صار، الأمان اللي كانوا عايشينه اهتز. صاروا يسألوا ليش وصلنا لهون؟ وين راحت الجيرة الطيبة؟ وين التسامح؟ ضبط النفس؟ أكيد شعور صعب كتير، ومشهد الجنازة اللي انحكى عنه كان حزين، بيعكس حجم المأساة. بالضبط. وهالمأساة مع إنها صارت بطنجة بمكان محدد، بس دروسها أكبر بكتير. بتذكرنا كيف الخلافات الصغيرة، يعني أبسط الخلافات، ممكن تكبر وتخرج عن السيطرة بشكل كارثي إذا ما كان في حوار وتسامح وعقل. العنف ما بيولد إلا وجع وخسارة للكل. طيب وسط كل هالحزن، هل في أي بوادر إيجابية، مبادرات؟ عم ينحكى إنه في دعوات بلشت تطلع من فعاليات بالمجتمع المدني المحلي، بدهم ينظموا جلسات حوار ورش عمل يمكن عن حل النزاعات بالطرق السلمية بالأحياء الشعبية، كمحاولة إنه هالشي ما يتكرر. وهاد بخلينا نفكر بنقطة أخيرة، هالحادثة بتفاصيلها الإنسانية الصعبة، وضع الضحية النفسي، ديناميكيات الجيرة، وبتخلينا نسأل كيف ممكن المجتمعات الصغيرة، الأحياء نفسها، تبني آليات حماية فعالة، يعني آليات تقدر توقف التوترات البسيطة قبل ما تتحول لعنف مدمر، خصوصاً لما يكون في أفراد يمكن أكثر هشاشة نفسياً أو اجتماعياً.